السلام عليكم، معاكم طارق البدري. ان شاء الله هنكمل سلسله الحساسات الموجوده على منظومه الانجكشن عشان كلنا نبدا نعرف ايه السنسور الموجوده في عربياتنا بطريقه مبسطه جدا عشان تقدر تميز الاعطال بتاعتك. انا مراعي ان انا ما اطولش في الفيديو، فالناس قالوا لي ما تطولش، فانا هتكلم بالمختصر المفيد. مش هتكلم بقى بشروحات علميه وافو وكام فولت والكلام ده كله خالص. انا هحدد لك السنسور مكانه فين، وظيفته ايه، اعطاله ايه. حساس عمود الكامه من الحساسات الثانويه مش الرئيسيه، وفي بعض العربيات وفي بعض المواتير الجديده بقى حساس رئيسي. يعني في العربيات القديمه في عربيات اصلا ما فيهاش حساس كامه، زي مثلا اللوجان اللي معايا ما فيهاش حساس كامه خالص، المانيوال والاوتوماتيك. انما العربيات الجديده اللي بتشتغل بنظام الفي في تي، حساس الكامه هنا دوره اساسي في العربيه. بعض المصنعين في العربيات القديمه بيحتاج حساس الكامه عشان يحدد بيه التقسيمه. يعني لو التقسيمه خلفت او لو التقسيمه بتاعت العربيه مش مظبوطه، حساس عمود الكامه هيقرا لك على لمبه الاعطال ان في مشكله عندك في حساس الكامه. ده تراجع فيها سير التقسيمه بتاعك. في العربيات الجديده تراجع بلف الفي في تي، لان هو بيشتغل بضغط الزيت، ممكن يكون مسدود وضغط الزيت فيه قليل، والمفروض الكمبيوتر بيبقى مديله سيجنال انه يفتح، فهو واخد امر الفتح، ضغط الزيت مش قوي، فالحساس ما يشتغلش معاك، او عمود الكامل ما ياخدش الوضعيه بتاعته المظبوطه، فيقرا لك غلط على الحساس عمود الكامل. فدي الوظائف اللي قايم بيها على العربيات الحديثه. طيب، الحساس عمود الكامل هو مكمل لحساس الكرنك. حساس الكرنك كنا شرحناه في الفيديو السابق، ممكن ترجع له، هيظهر في الاي فوق. هو الكمبيوتر بيقدر يحدد من خلاله الشوط الاشعال عشان خاطر البوجيه يطلع الشراره، وشوط الشفط عشان خاطر يفتح الرشاش، يضخ البنزين اللي موجود، يضخ البنزين في قلب البستم. هو مجرد ان الكمبيوتر يعرف من خلاله انهي بستم يضخ فيه بنزين، انما هو ملوش علاقه بكميه البنزين اللي هتتضخ. دي الفكره من حساس عمود الكامل، هو حساس الكهرباء. السنسور، حددنا السنسور اللي ليه علاقه بكميه البنزين، زي حساس الماب وحساس التي بي اس، وبعض الاحيان بيبقى حساس شكمان او حساس الاكسجين، عشان خاطر لو الريات قرا غلط هو بيحدد للكمبيوتر مثلا ان كميه البنزين هنا قليله وكميه الهواء اللي كتير، يبتدي يقلل في كميه البنزين، او لو كميه الهواء هي اللي كتير والبنزين قليله يبتدي يزود في كميه البنزين. وده ان شاء الله نعمل له فيديو خاص بيه. فكل دور حساس الكاميرا ان الكمبيوتر بيعرف برضه من خلاله ان انهي شوط من الاشواط اللي محتاج الاشعال او اللي محتاج ان يفتح له البنزين. اعطاله العربيه بتخش في برجله، يعني العربيه مبرجله، استهلاك بنزين زياده، ان العربيه تغيب في الدواره، بس ما يخليش العربيه تقف، يعني ما يوقفش منك العربيه، لان الكمبيوتر بياخد في الحاله دي اشارته الاساسيه من حساس عمود الكهرباء. مكانه بيبقى موجود على وش السلندر من فوق، على ترس الكامه الاخير، يعني اخر جزء في الكامه هو بيقرا من عليها اللفات بتاعت الكامه. برضو بيبقى زي ترس صغير او في زي حفره صغيره في حرف الكامه. لما تلف الكامه وتيجي حته الحفره دي او الجزء ده قدام المجال المغناطيسي، بتعمل قطع في المجال المغناطيسي، فالكمبيوتر بيقدر يقارن بينها وبين اللي موجوده في عمود الكرنك، اللي هي واخدها من حساس الكرنك، فيبتدي يحط القرايات بتاعته مظبوطه، ان كان الاشعال او كميه او شوط اللي اتحط له فيه بنزين، او البستم اللي هيفتح عليه الرشاش ويضخ بنزين. حساس الكاميرا بينضف ولا ما بينضفش؟ هو مجرد انك انت بتفكه، هو بيبقى مربوط جوه بيت الكاميرا، فمعناه انه داخل الزيت برضه بيبقى فيه ترسبات زيت او اي حاجه من الزيوت، تحتاج انه تمسحه او بمنظف انجكشن ترش عليه عشان خاطر يعمل ازاله للشحوم. الزيت لما بيسخن بيعمل زي شحوم على في المكان اللي هو فيه. والفيشه بتاعته اتاكد ان انت نظفتها والفيشه بتاعته بتنضف بتنضف بمنظف الكترونيات، الجزء اللي موجود في الحساس والفيشه نفسها. اتاكد ان الفيشه سليمه، اللوك بتاعها مظبوط، ان السلك من الخلف مش مشدود لورا ولا مقطوع، ولا في السلك متحمص من الحراره، يعني العازل متشال عليه متحمص، ان الحاجات دي كلها بتخلي الاشاره تروح ضعيفه للكمبيوتر.
يبقى الحساس سليم والمشكله عندك في الفيشه او في السلك نفسه. فدايما نراجع على الضفاير بتاعت العربيه، وخصوصا ان اغلب الصناعيه اللي بتشتغل ما بتهتمش. ممكن الصنايعي بيخلي المساعد يجهز الشغل على ما هو يشتغل، بيفك الفيش، ممكن يكسر لك اللوك بتاع الفيشه ولا حاجه ومحدش بيقول يعني. بتركب الفيشه تاني مع المطبات والاهتزاز بتاع الموتور، كان الفيشه فكت سنه من مكانها، تلاقي العربيه عطلت منك في الشارع. فانت لازم تراجع على حاجتك بنفسك. ده كان كل حاجه عن حساس عمود الكمات. ليك استفسار سيبوني عليه وان شاء الله ارد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.